اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا نبدأ مع بعض نعمل كفتة بلدي. ايه رأيكم؟ هنعملها مع بعضينا ونشوفها. بسم الله. في المكنة دي هنبدأ نفرم فيها اللحمة. بسم الله. قطعتها قطع صغيرة اهو بالشكل ده. بسم الله. لو عندكم الكبة افرموا فيها اللحمة واعملوا فيها الكفتة. عندكم المكنة دي ماشي، اللي تحبوه اعملوا. ما عندكوش نعمل في الهون زي زمان. فاكرين زمان كنا نقعد بالهون النحاس وندق الكفتة دي؟ طبعا فاكرين، اللي عارف فاكر. بصوا اللحمة عشان نفرمها في المكنة دي، اي نعم احنا هنتعب فيها شوية بس مش مشكلة، بس هتدينا نتيجة حلوة. نعمل ايه؟ ناخد اللحمة وهي بقطع التلج بتاعتها ونروح مقطعينها بسرعة ونفرمها في المكنة. ما نخليش اللحمة تفك من التلج علشان تنزل بسهولة معانا. الكفتة البلدي ما يبقاش فيها قطع دهون خالص، خاطر ما تفكش مننا. وانتوا فاهمين يعني قصدي. بنحط الرز ونحط الخضار ونبص اللي جايه هتفك معانا في الصلصه. خلاص جربنا نخلصها فرمه اهو بالشكل ده، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه تاني فيها. ولو انتوا بتفرموا اللحمه في المكنه دي تطولوا بالكم معاها، هي الاول هتبقى متعبه وبعد كده هتشتغل بسهوله. خلاص خلصت اللحمه فرم بالشكل ده، وقطعت بصلتين متوسطين وقشرت كام فص توم وعودين بقدونس وعودين كزبره. وهنا التوابل بتاعتنا. وغسلت ايه بقى؟ ربع كيلو رز. غسلته بعد ما نجحته شويه في الميه اهو، غسلته صفيته وبعد كده جبته فوطه نظيفه وفرشته عليها. هنعمل ايه فيه؟ هعمله شويه في الكبه بتاع الخلاط المطحنه، افرمه شويه. خايفه احطه كده صحيح يبقى اللحمه مفرومه وكله مفروم وهو ما يبقاش ايه مفروم زي ما انا عايزه. فاحنا هنعمل ايه؟ شويه كده اهو ونبدا نفرم فيهم، نطحنهم في المطحنه. بسم الله. خلاص فرمت اهو بالشكل ده، ولا ناعم خالص ولا خشن خالص، كده متوسط. هخلص الباقيين نفس النظام. خلاص خلصت. قاعد دول بس كده هعملهم برضو. ايوه كده. نجيب اللحمه، فضينا المكنه خالص اهو. بسم الله. نجيب الكزبره والشبت. انت مشغله هنا؟ هنحط الكزبره والبقدونس، كزبره ناشفه وملح وسبع بهارات وفلفل اسود. وهنا حوالي 5 فصوص توم، 5 6 يعني تحت. زودوا مش ما يهمكوش. البصلتين دول هعملهم مكعبات صغيره كده. هنا بقت البصل طبعا ايه مش هنبشره ونصفيه من العصير بتاعه زي الكفتة المشوية، لا، عشان هنا في رز وفيه خضار كتير ولحمة، فكله هيظبط مع بعضه. فاهميني؟ ايوه ان شاء الله فاهمين. بسم الله. اللي عايز يلبس جلافز يلبس، انا مش باخد راحتي وانا لابساه. غاسله ايديا كويس ومصبناها ونبدا ايه مع بعض. وبعدين بقى البنت دي عماله تضحك فيا، اعمل ايه معاها يعني؟ بدل ما تضحكيني ساعديني. بسم الله.
السبع بهارات فيها جوز الطيب، فمش محتاجة احط تاني هنا. اغسل ايدي ثواني. هنبدأ بسم الله. اللحمة ديت اللي جوه المكنة من اول ما فرمنا في الاول، فهناخدها عشان نضيفها على كله ده. بس لما نيجي لحد الرز والخضار نروح واخدين دول. ايوه كده عشان يبقى على الكل. هنحط في المكنة شوية شوية. تاني مرة اللي هي دي هتنزل معانا بسهولة. انا بحب اعمل الكفتة هنا في البيت، ما احبش اوديها المكنة هنا يعني عند الناس اللي بيفرموا عندها. لا، انا احب كل حاجة في البيت. ما فيش كبة يبقى المكنة دي، ما فيش المكنة دي يبقى الكبة. ان شاء الله حتى الهون النحاس بتاع زمان ده احسن لي كمان والله. اللحمة ازيد من ربع كيلو بقطعة، يعني حوالي 300 جرام لحمة، عليهم ربع كيلو رز، عليهم بصلتين صغيرين، واربع خمس فصوص توم، عودين كزبرة، وعودين بقدونس، والتوابل اللي تحبوها. بس كده. ناخد شوية شوية يخلص ونحط غيرهم. شايفين ما شاء الله عليها. وهنعملها وش تاني برضو. بص هنعمل وش تاني عشان طول ما دي ناعمة ومسمغة وجميلة، طول ما صباع الكفتة يبقى ماسك نفسه وما يفكش. خلاص خلصوا اول وش اهو. بس كده. هناخد الوش التاني، مش لازم انقل من هنا لهنا. هينفع؟ لا مش هتنفع ننقل من هنا لهنا. بسم الله. ناخد الوش التاني وخلاص. عقبال ما اخلص عشان مطولش عليكم الفيديو وتزهقوا مني، عقبال ما اخلص الوش التاني فرم تكونوا حطيتوا بايديكم الحلوه دي لايك حلو. دول تبع الاولاني، هناخدهم مع دول. بس كده. يلا. على فكرة خلصت الوشين الاولانيين ورجعت لقيتها محتاجة تتفرم تاني، ده الوش التالت، فانتوا تعملوها 3 مرات. ولو حابين تزودوا الخضرة عن كده زودوا، انا استكفيت باللون ده كده. لو عايزينها خضرة قوي زودوا الكزبرة والبقدونس. كده بصوا ناعمة وجميلة وحلوة خالص، ولا محتاجة تاني ولا حاجة. لكن حسيتها من وشين 2 لا، حسيتها ان هي لسه خشنة شوية. انا عايزاها تكون مسمغة وناعمة. بس كده. هنعمل ايه تاني؟ هنجيب قطعة عيش صغيرة وننضف بيها المكنة كده من غير ما نبلبلها ولا حاجة، علشان نطلع كل اللي فيها. بس كده. الباقي اللي هيبقى جوه هتبقى قطعة العيش مش عايزينها عشان ما تأثرش على الكفتة. خلاص خلصناها فرم. هنجيب حوالي معلقتين زيت هنا، ودهنت لسه الصينية دلوقتي، ونبدأ نصبع فيها. بسم الله.
هتجرب الكفتة على طريقتي بالطريقة دي. الكفتة البلدي جميلة وهتعجبكم خالص. عايزين الصوابع كلها تبقى حجم واحد قد بعضيها، ما تبقاش واحد اطول من التاني. بصوا قد كده اهو، شايفين اهو بالشكل ده. نجيب صينية زي كده او طبق الموجود وندهن الارضية زيت، وبعد كده نصبع ونحط فيها لو دي اتملت نفرد كيس ونحطه بين الطبقتين علشان ما تلزقش على بعضيها. بعد كده بقى على زي ما نخلص خالص بعد كده نبدأ نحمر فيها اهو. خلاص انا هعمل الكمية كلها واخلصها عشان الفيديو ما يطولش عليكم، وبعد كده نشوف هنعمل ايه تاني. ايوه كده. اه شوف حجم واحد اهو. خلصت الكفته صبيع بالشكل ده. جبت حله على النار فيها حوالي شويه زيت كده، يعني ايه معجولين، ولو عايزين تحطوا معاها سمنه ماشي حطوا. هنبدا نحمر الكفته فيهم. بسم الله. عملتها بالشكل ده اهو. بس كده. نعمل ايه تاني عقبال ما الكفته تتحمر؟ نكون جبت بصلايه غسلتها ونبدا نعملها قطع صغيره. شايفين صغير بالشكل ده. احمرت اهو معانا باللون الجميل ده. هنبدأ نطلعها وننزل بالباقي. بس كده هي هتستوي وتفسح لنفسها. عقبال الكفته ما تتحمر كنا قطعنا البصل، ونعمل ايه؟ نقطع الطماطم بالمره عشان كله يخلص مع بعضه. هنجي الطايبة نعملها عشان لو قعدت تبقى تليه الحباية الناشفة. بسم الله.
خلاص خلصت الكفته تحمير، جبت قطعه سمن ننزل على مكان على طول كله في نفس الحله، ولا نعمل في طاسه ولا مش عارفه ايه. قطعتين الدهن دول كانوا مع اللحمه، فانا حشتهم هنا كده مكان ما حمرنا الكفته. ننزل بالبصل المفروم، شوح كله مع بعضيه. احلى كفته دي ولا ايه؟ الريحه ما اقولكوش، شوايح تجنن. عصير الطماطم حطيته هنا على النار يغلغل شويه علشان ننزل ايه على البصله في ثواني ايه تتسبك معايا، ما نضيعش وقت يعني. خلاص هي بدأت تصفر اهو. هنجيب عصير الطماطم ونصفيه عليها. هنحط التوابل اللي نفسنا حطيناها على الكفته هنحطها هنا على التسبيكه، ملح وكزبره وكمون وفلفل من كل نوع ربع معلقه. وما ننساش رشه سكر خفيفه خالص. هنسيبها تتسبك خالص. بعد كده نزودها حاجه بسيطه ميه وننزل بالكفته بس. بعد ما اتسبكت معانا والماده الدهنيه طلعت على الوش كده، رحت زودتها شويه ميه وسبتها غلت، وهننزل فيها بالكفته. انا بقى هطلع حته الدهن دي اللي احنا حطيناها بس كده، وننزل بالكفته على طول. بسم الله. بس كده هنسيبها تغلي غليتين وبعد كده نطفي عليها النار ونسيبها. انتوا بقى عايزين تعملوا مكرونه جنبيها ماشي، رز ابيض ماشي، اللي تحبوه اعملوه. انا استكفيت بيها كده وخلاص. مخلل، سلطه، اللي تحبوه اعملوه. خلاص اهي الكفته استوت وطفيت عليها. شايفين اللون والجمال بتاعها اهو. يلا نغرف الاكل مع بعضينا. بسم الله. احنا هنحط طبق واحد علشان التصوير، عشان احنا لسه مش هنتغدى دلوقتي. ماشي؟ ايه رايكم؟ اهو جربوا الكفته بالطريقه دي هتعجبكم. لو عجبكم فيديو النهارده لايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم.